مراجعتي لفيلم جروب المامز زي ما حكيت في الفيديو بتاع انا لحبيبي. لو انت ما شفتش الفيديو خش شوفه. ان انا كنت داخل جروب المامز ده آه، تاني يوم صدور ليه او اول يوم صدور ليه، بس ما لقيتوش لان هو نزل. فدخلت الاسبوع اللي وراه. دخلت الاسبوع اللي وراه جروب المامز. انا بقى مش هتكلم الفيلم بطولة مين. انتوا عارفين يسرا اللوزي وروبي، والتالتة تقريبا دارين حداد على ما اعتقد، ولا مش عارف اسمها والله. دارين حداد على ما اعتقد اللي كانت طالعه في الفيل الازرق هي ولا هشوف بقى اخراج مين، ولا هقول تأليف مين. انا الا كنت عايز اخش جروب المامز ليه. انا شفت ببساطه شديده تريلر رياكشن عامله استاذ محمود مهدي على الفيلم. وعرفت بعد كده في ستريم ليه ان هو كان التريلر ده مدفوع الاجر. يعني الفيديو ده كان مدفوع الاجر، وهو جزء من الحمله الدعائيه للفيلم ومن التسويق للفيلم. شفت التريلر رياكشن بتاع استاذ محمود مهدي، عجبني فكره الفيلم قوي، عجبني قوي. وانا شخص فيمينست، انا شخص بحب الست تناضل بحقوقها، واحب جدا الافلام اللي بتتكلم على حاجات شبه كده. وعجبني فكرته وحسيت ان في رساله يعني. وحتى في مشهد في التريلر كده كانوا بيتكلموا على موضوع إن الستات اللي بتدخل عيالها مدارس خاصة وهي معهاش فلوس، بتدخلها في طبقة مش طبقتهم عشان يعيشوا بس الدور، يقول لك أنا ابني وبنتي في المدرسة دي. عجبني قوي بقى، قلت أيوه احنا داخلين على فيلم جامد وفيه رسالة وبتاع. دخلت الفيلم، يا ريتني ما كنت دخلته. أولا فيلم كرنج بشكل رهيب، فيلم غريب. تقريبا الفيلم هو التريلر. والله انا حسيت ان المشاهد اللي جت في التريلر هي اللي جت هي الفيلم. وكل ما مشهد جه في التريلر مثلا مزودينه 3 4 دقايق جوه الفيلم، هو ده الفيلم. اولا الفيلم اسفاجيته ما خلص تقريبا، هو ما كملش ساعه ونص، هو اقل من ساعه ونص، وخلص بشكل ايه ده، خلص بسرعه قوي. غريب، فيلم غريب كرنج كده. آه الرسائل والافكار اللي موجوده في التريلر هي بس اللي موجوده جوه الفيلم، مفيش حاجه تاني. بس انا مش عارف والله بجد، انا مش عارف اقول ايه، مش عارف اقول ايه. حاجه سيئه، حاجه سيئه. كانوا عايزين يعملوا فيلم يقدم رساله للمراه وبتاع. انتوا يا جماعه الافلام دي والله العظيم ثلاثه انتوا بتخلوا الناس تكره حقوق المراه والفيمينيزم والحاجات دي اكتر. ولا قصه. اعتقد كمان القصه دي مش اوريجينال. انا شبه متاكد ان القصه دي مش اوريجينال. القصه دي متاخده من فيلم بره. لو حد يعرف يقول لي القصه دي متاخده من فيلم ايه في الكومنتس. انا مش عارف اقول ايه على الفيلم والله. هتصدقني انا دلوقتي بعمل المراجعه دي بعد اسبوع تقريبا من بعد مشاهدتي للفيلم، انا مش فاكر منه اي حاجه. يعني حتى انا مش عارف اقول ايه في المراجعه، انا مش فاكر منه حاجه. فيلم ضعيف مفيهوش اي حاجه. كفايه كده صح. هو خد 3 دقايق وده كتير. ومشكله بقى اكتر حاجه قهراني، انا بتضايق لما انا ببقى نفسي اخش فيلم واخش الفيلم واتصدم فيه كده. يعني انا عارف ساعات انا بروح السينما ببقى مش مقرر عايز اخش ايه، بقى يلا بينا نخش. حصلت معايا كتير قوي، اخش اللي موجود زي ما عملت في انا لحبيبي يعني. انما ده انا كنت مستنيه وكنت عايز اخشه، مش مستنيه عشان مستنيه دي كلمه كبيره، كنت متحمس له وعايز اخش. وقلت انا بحب السينما، فقلت يلا بينا نخش وبتاع. حتى كان معايا احد الاصدقاء يعني، احنا الاتنين. صعب، والله صعب قوي. انا اديته وقت كتير، مش عايز اديله 4 دقايق حتى. اخيرا تقييمي الفيلم جروب المامز 1/10. كنت هديله 2 والله كتير. 1/10. ولا اقول لك 2 عشان روبي ودارين حداد الاتنين حلوين موزز. شكرا كفايه كده.